هنكمل مع بعض بقى الوصفات السهلة كده السريعة. الوصفة دي مش محتاجة خميرة. بنعملها بطريقة بسيطة قوي، هتعجبكم جدا. مكوناتها بسيطة وفي نفس الوقت بتطلع معايا كمية كويسة. تابعوا معايا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، ويلا بينا نبدأ. معايا كوبايتين دقيق، المج العادي بتاعنا بتاع البيت او الكوباية المعيارية 250 ملي. بنزل عليهم بذرة ملح ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. بقلبهم علشان البيكنج باودر يتوزع كويس، وكده كده هننخله برضو. معايا بقى بيضة بضربها. المادة الرافعة عندي هنا هي البيكنج باودر، وطريقتي في العجن وانا بعجن بحاول ادخل هوا في العجينة. بنزل عليهم بنص كوباية حليب، نفس الكوب برضو 250 ملي، ونص كوباية زبادي او العلبة اللي هي 100 جرام، يعني بتبقى اقل من النص كوباية بشوية. بضرب كل مرحلة، بضرب كويس قوي. ربع كوباية سكر بودرة او 3 معالق كبار، ومعلقة صغيرة فانيليا. كده دول بضربهم كويس قوي. وبعدين ننزل عليهم بقى بالدقيق اللي احنا مجهزينه. يعني ممكن الدقيق يتنخل مرتين برضو بيبقى احسن، كل ما بيتنخل اكتر كل ما بيدخل فيه هواء اكتر. فلو حبيتوا تنخلوه مرة وبعدين تنزلوا بيه بقى كده زي ما انا بعمل مرة تانية، يبقى احسن كتير. بندخل هوا مع البيكنج باودر، فبالتالي العجينة تطلع معايا ناعمة كده وجميلة، ولما تتقلي تستوي من جوه بسهولة، متبقاش مكتومة معايا. اعجن كويس. الوصفة دي بقى منتشرة في اماكن كتير جدا، بتتعمل بس بشوية اختلافات صغيرة بين كل بلد والتانية. وكمان بتشبه الزلابية، بس طبعا احنا الزلابية بنضيف فيها خميرة ومبقاش فيها بيض ولا حليب ولا زبادي. الزلابية دي اقتصادية جدا، بس عيبها ان هي بتاخد وقت بس في التخمير. عشان كده حبيت اوريلكم طريقة تانية ليها، بس بطعم مختلف شوية، قريب شوية من بلح الشام. يعني جربوها بقى علشان تعرفوا الاختلافات بالظبط. العجينة معايا لازم تبقى ناعمة كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ولو الوصفة دي موجودة عندكم باسم تاني قولولي بقى اسمها ايه عندكم في بلدكم، والبلد اسم البلد ايه، واسم الوصفة عندكم ايه. هستخدم قمع سيليكون. مش متوفر عندنا القمع السيليكون ده، ممكن نستخدم القمع الحلواني العادي جدا، او اي كيس عندك في البيت يكون قوي شوية ممكن تستخدميه وتقصيه بالمقص وتستخدميه بسكينة بقى او بمقص. المقص بيبقى اسهل. نحطه في الزيت ونبدأ نقلي. درجة حرارة الزيت تبقى متوسطة، ما تبقاش سخنة قوي علشان ما تنزلش تتحمر من غير ما تستوي من جوه، وما يبقاش بارد برضو بحيث ان هي تنزل تتشكل. يعني انت شايفة هي نازلة شكلها يعني طويل كده، بتنزل بقى تتدور في الزيت. نهدي بقى النار شوية علشان تبدأ تتحمر، ونوصلها لدرجة اللون اللي احنا حابينه. انا بغمقها شوية بحيث تبقى مقرمشة من بره. بتاخد معايا وقت شوية في التسوية عشان كمان تستوي من جوه. وصلناها للون ده، اللون ده كده كفاية جميل. اكتر من كده بقى هتغمق زيادة، مش هيبقى كويس لو غمقت اكتر من كده. كده اللون مظبوط. قبل ما انزل الجزء التاني بهدي النار شوية بحيث ان الزيت درجة حرارته تقل شوية معايا. وابدأ برضو المقص احطه تاني في الزيت. انا دول كبرتهم شوية، هتشوفوا شكل الكبيرة. هوريلكوا شكل الكبيرة من جوه وشكل الصغيرة عشان تشوفوا مستوى التسوية بتاعتها عامل ازاي. وبعد ما بتتحمر طبعا بطلعها في مصفى على مناديل مطبخ كمان علشان اي بواقي زيت كده تمتصها. وابدا اجهز الكفر بتاعها. معايا بقى سكر بودرة حوالي 3 معالق. بضيف لهم نص معلقة كبيرة قرفة. وطبعا لو انتي مش حابة تزودي القرفة او تقلليها، دي على حسب الرغبة. يعني مش حابة طعم القرفة خالص ممكن تضيفي كاكاو خام. ونبدأ بقى نضيفهم بالشكل ده. ممكن كمان تتقدم مع نوتيلا، ممكن مع صوص شوكولاتة، ممكن مع مربى حليب، جناش. اي حاجة متوفرة عندك وسهلة وبسيطة عليكي اعمليها. انا لقيت مفيش اسهل من السكر البودرة مع القرفة، بيدي كمان طعم حلو قوي. واللي يتبقى معاكي هتقدميه، او ممكن انت من البداية تعملي معلقة واحدة بس سكر بودرة وعليها ربع معلقة مثلا من القرفة. ولو احتجتي تاني تزودي بدل ما يتبقى عندك من السكر. بصوا بقى مقرمشة ازاي من بره ومن جوه مستوية جدا وجميلة. طعمها قريب شوية من طعم بلح الشام. العجينة قريبة شوية من عجينة الشو.
مع بعض الاختلافات طبعا يعني، لكن هي بتدي طعم قريب شويه من بلح الشام. جربوا بقى الوصفه وقولوا لي رايكم في التعليقات، وتابعوا معايا علشان لسه في وصفات كتيره سهله وسريعه ان شاء الله. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.